اهلا بيكم احلى متابعيني ومتابعين قناه كل يوم مع رشا العربي. النهارده بقى حبيت اعمل لكم فيديو بالحاجات اللي احنا جبناها من مولد العريان. طبعا ناس كتيره جدا عارفه مولد العريان، والناس اللي مش عارفه بقى اخواتنا وحبايبنا هقول لكم ايه هو مولد العريان. مولد العريان ده يا جماعه بيجي كل سنه، بنروح الدير بتاع العريان وبنزور هناك وبنجيب بقى الحاجات الحلوه اللي احنا جبناها دي. جبنا ايه؟ جبنا بصوا، جبنا حمصيه، جبنه فوليه اهو، جبنه المشبك هناك، بصوا المشبك جميل وطري هناك، تحس بقى الحاجات حلوه قوي. دي برده فوليه. جبنه الشعريه دي، لو انتوا عارفينها الشعريه دي اللي بتتعمل باللبن دي احنا بنحبها جدا. وجبنه المفتله الصعيدي اهي، جبنا منها برده كيسين، وفي مشبك برده اهو تاني. تمام. جبنه حمص. بصوا عندي ولادي بيحبوا كل الحاجات دي، الحمص بالذات بيحبوه جدا. بصوا بقى جبنا الحلاوه الحلوه دي اهي. بصوا طبعا الاسعار اختلفت جدا، كانت كل يعني كانت قبل كده طبعا اقل من كده، بس مش هي دي بس اللي زادت، طبعا كل حاجه في الدنيا عندنا زادت في الاسعار، فمش مشكله. وجبنا كمان سوداني اهو. عايزه اقول لكم يا جماعه بيبقى المولد هناك حلو قوي. بنروح هناك بقى ندق لاولادنا صلبان، اللي عايز يعمل وشم، اللي عايز يكتب حاجه يدقها يعني. كنت انا ده السوداني اللي انا بقول لكم عليه. الاسعار هناك بصراحه ارخص من هنا بكتير. كنت انا السنه اللي فاتت دقيت على ايدي بصوا بنت ابويا، عملتها دي السنه اللي فاتت اهي. بصوا يعني اللي عايز يعمل حاجه هناك باي حاجه، اي كلمه عايز يكتبها حاجه بيدقوا هناك. تمام. بس رحنا بقى النهارده وجبنا بقى الحاجات الحلوه دي، واهم حاجه ان احنا زرنا. بس ما كانش هو ده المشوار الاساسي بصراحه، يعني ما كناش رايحين مخصوص علشان مولد العريان. من البدايه احنا كنا متفقين ان احنا نروح لبابا الله يرحمه هناك. التربة بتاعته هناك قريبة جدا من الدير، فاحنا بنروح نزور بابا الأول، طبعا ده شيء أساسي. وطبعا عايزة أقول لكم كان يوم يعني ما يعلم به إلا ربنا من العياط والحزن بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها. بعد كده قلنا نعدي كده نجيب شوية حاجات كده للعيال. ف زي ما قلت لكم يعني المكان قريب قوي من بعض، فعدينا وجبنا حبة الحاجات دول وزورنا الدير وخلاص ورجعنا. بس حبيت بقى اعمل لكم فيديو بالحاجات اللي احنا جبناها وباليوم بتاعنا النهارده، وهنزل لكم فيديو طبعا من اول اليوم بتاعنا يعني. وكل سنه وانتم طيبين حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، واللي يشوفنا لاول مره يشترك معانا في قناتنا، قناه كل يوم مع رشا العربي. يلا باي باي.